ريحة باي المنطقة كلها بتاخد العقل. طعم ولا أروع. وهيك طبخة. بأي طنجرة عنا على نار عالية بدنا نحط ملعقتين كبار من السمنة، وهلا بدنا ننزل عليهم قطع الدجاج اللي عنا. بعد ما اخذوا معنا لون جناح الدبور بدنا نشيلهم ونحطهم على جنب. بهي الاثناء بدنا ننزل عليهم بصلة كبيرة مفرومة ناعم. بس تحمر البصلة عنا بدنا ننزل عليهم 5 اسنان توم مدقوقين ناعم كتير، وبدنا ننزل عليهم البندورة، وبدنا نحط عليهم ملعقتين من معجون البندورة. بدنا نضيف ملعقة صغيرة كركم، ملعقة صغيرة بهارات الكبسة، نص ملعقة صغيرة هيل، نص ملعقة صغيرة قرفة، مقدار ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، بتلومي بس بدنا نثقبها، 3 أوراق من الغار، بنضيف 3 حبات من القرنفل، نص ملعقة صغيرة من الزنجبيل. بدنا نضيف عليهم كمية منيحة من المي، وبدنا نستناهم لحتى يغلوا. غلت المي بدنا ننزل عليهم الدجاج اللي شلناه شوي، وبدنا نتركهم يغلوا تقريبا نص ساعة. بدنا نغسل 6 كاسات من الرز الكبسة وننقعه لمدة نص ساعة. هلا هون نحن شلنا اللحمات وحطينا الرز، ورجعنا حطينا اللحمات فوقهم وملحنا، نغطيهم، نضعف النار تحتهم على الأخير ونتركهم نص ساعة. سلام، روائح بتجنن، روائح بتجنن. هلا بدي ارجع اشيل قطع الفروج واحطهم بصينية فرن. بزبدية بنحط نفس البهارات اللي حطيناها للكبسة، بس انا زدت عليها بابريكا مدخنة حرة شوي، وحطيت لها زيت، وهلا بدنا ندهنهم كلهم. وهيك طبختنا صارت جاهزة. بسم الله ما شاء الله، منظر ولا أروع. ريحة باي المنطقة كلها بتاخد العقل. عن جد فوق الخيال. طعم ولا أروع، ولا أروع.